والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن نصايح أو أخطاء تتجنبها وأنت شغال في طلبات عشان ما تخسرش فلوسك. أول حاجة معانا هي المحفظة. فهنتكلم كده بدردشة بسيطة وهتفهموا إن شاء الله كل حاجة. فعندنا مثلا زي لما يبقى في عندك تحصيل في الأوردر والعميل مش عايز يدفع، تعمل ايه ساعتها؟ يعني مثلا انا دلوقتي خدت اوردر مثلا من طلبات مارت، فاوردر طلبات مارت كان في حاجه ناقصه، فرحت للعميل، العميل قال لي مش هحاسب على الحاجه الناقصه. فالاوردر مثلا ب50 جنيه، الحاجه الناقصه ب10 جنيه، فالعميل حاسبني على 40 بس. اعمل ايه ساعتها؟ ساعتها بكلم الدعم وبقول له عدل لي الاوردر بالسعر الأساسي، السعر الأصلي اللي هو من غير الحاجة الناقصة. فهيقول لي تمام، هو السعر من غير الحاجة الناقصة مثلا 40 جنيه. فهو أنا بدوس بعدها أروح دايس تأكيد الوصول، هيروح جايب لي السعر وجنبيه قلم، أروح دايس على القلم وأروح كاتب السعر بالظبط اللي الدعم قال لي عليه. فلما بكتب السعر بالظبط اللي الدعم قال لي عليه هيقول لي السبب، هقول له السبب صنف مفقود، صنف تالف، هيبقى مكتوب كذا حاجة، انت تختار صنف مفقود وتروح دايس تأكيد. الفلوس هتنزل لك بعد شوية على المحفظة، وما بتنزلش مظبوطة، يعني ساعات ما بتنزلش مظبوطة، مثلا بيبقى ليك 10 جنيه مثلا ينزلوا لك 4 جنيه، 7 جنيه. انت أهم حاجة ما تدوسش تأكيد الوصول أبدا 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 وفي فلوس تحصيل وانت محصلتهاش، الفلوس دي هتروح عليك، الفلوس دي هتروح عليك ومش هتاخدها تاني. دي نقطة. تاني نقطة معانا وهي القبض. لما القبض عندنا أو القبض في طلبات بيبقى بالأسبوع. إزاي؟ أنا دلوقتي الأسبوع بتاعي من يوم الاثنين لحد يوم الحد، من يوم الاثنين لحد يوم الحد، فالقبض بتاعي بينزل يوم الخميس. يعني أنا بقبض اتنين تلات أربع خميس جمعة سبت حد، ال7 أيام دول بقبضهم يوم الخميس اللي بعده. تمام. فدوت بنتكلم عن القبض. بالنسبة للإكرامية، الإكرامية بتتخصم في ساعتها، آخر الشيفت على طول الإكرامية بتتخصم. لما بتيجي تخش على المدفوعات عشان تشوف قبضك لازم تخصم الإكرامية وكده عشان تحسب قبضك الصافي، تشوف اللي انت قبضته هو اللي موجود ولا لا. لو مش هو بتكلم المشرف بتاعك وتقول له القبض نازل ناقص. دي معلومة برضه. نصيحة كمان، لما تيجي تبقى شغال في الشيفت ومعكش اوردرات حاول ما تتكلمش في التليفون، عشان لما بتتكلم في التليفون بيجيلك اوردر ويطير عليك ما تعرفش تستلمه. فعادي ان انت تتكلم في التليفون لو انت معاك اوردرات. طب انا معيش اوردرات وعايز اتكلم في التليفون ضروري، بروح عامل ايه؟ بروح فاتح شاشة البرنامج، يعني متصل على اللي انا متصل عليه واروح فاتح المايك، او لو معايا سماعة تمام، واروح فاتح شاشة البرنامج وافضل اعمل ريستارت وانا بتكلم في التليفون. يعني انا دلوقتي بتكلم في التليفون افضل اعمل ريستارت للبرنامج. ليه بقى؟ عشان لو جه اوردر يستلمه على طول. فدي برضو نصيحة مهمة. برضو نصيحة كمان، دلوقتي انا عايز اصلي، اعمل ايه عشان اصلي؟ معاك كذا حاجة عشان تصلي. اول حاجة انك لو في بريك تاخد بريك وتروح تصلي براحتك، وكده كده صلاة زي صلاة الجمعة مثلا بتاخد بريك نص ساعة وتفضل تزوده لحد ايه ما تخلص صلاتك، تخلص الصلاة بتاعتك. طب انا اعمل ايه لو معايا اوردر مثلا او مش عايز اخد بريك مثلا وعايز اروح اصلي؟ فالفكرة سهلة وبسيطة. ان انت بتعمل ايه دلوقتي مثلا لقيت الشغل مريح ومفيش اوردرات كتير، فبروح فاتح شاشة البرنامج على بروح فاتح شاشة البرنامج على اللي هو الاوردر، ان هي لو جه اوردر يستلم. فتحت شاشة البرنامج على ان لو جه اوردر يستلم اروح حاطط التليفون في جيبي، بخش اصلي. كده كده الصلاة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، لو جالك اوردر بتستلمه تلقائي وتخلص صلاة براحتك، وبعد كده تروح تتوجه على المطعم وتوصل الاوردر عادي. ديا بالنسبة لان انت ايه عايز تصلي وكده. وبرضو متاح بقول لك ان انت تاخد بريك
لو انت عايز تاخد بريك احسن، فتاخد بريك من البرنامج. تخش على البرنامج، تخش على علامة السماعة بتاعة الدعم، هتلاقي حاجة اسمها طلب استراحة، تخش عليها تختار الوقت اللي انت عايزه. ممكن تختار استراحة نص ساعة وتصلي وتخلص وكده. لو خلصت قبل نص ساعة بتروح دايس انهاء الاستراحة. ديت نصيحة برضو. طب نصيحة كمان برضو، دلوقتي انا اخر اوردر معايا، يعني انا دلوقتي في اخر اوردر معايا. لو انا مش عايز يجي لي اوردرات تانية، يعني انا اخر اوردر والشيفت قرب يخلص وانا مش عايز يجي لي اوردرات تانية، عشان كده هوصل اوردرات بعد شيفتي، وانا مش عايز، انا عايز شيفتي يخلص خلاص كده. اخر اوردر معايا افضل معلقه، يعني مثلا ناقص مثلا ايه شيفتي مثلا الساعة 3، فالاوردر خلص الساعة 3 ل 10 ولا 3 ل 5، ما اقفلش الاوردر غير لما الساعة تعدي 3 ودقيقة، لما الساعة تبقى 3 ودقيقة، عشان لو 3 هيبعت لك اوردرات وهتغصب عنك هتوصله. لكن 3 ودقيقة كده الاوردرات ايه مش هيبعت لك، لو بعت لك اوردرات هتتشال من عليك تلقائي، الاوردر هيتشال من عليك تلقائي عشان شيفتك خلص. طب انا دلوقتي شيفتي خلص وبعت لي اوردر واتقبل وكده وانا مش عايز اوصله، بروح عامل ايه؟ بروح داخل على الدعم واقول له عايز بريك عشان انا تعبان، فهيروح شايل الاوردر من عليك وهيروح مديك بريك اللي هو اساسا شيفتك خلص، فهيديك هيشيل لك الاوردر بس يعتبر. معلومة كمان عندك، لو انت مثلا معاك اوردر كبير، الاوردر الكبير بيتحسب ازاي؟ لو اوردر فيه ايتم كتيرة او منتجات كتيرة، ده كده ممكن تطلب فيه شريك. لو الاوردر فيه منتجات كتير ينفع تطلب فيه شريك، تكلم الدعم، لو الدعم مرضيش يبعت لك حد بتصور له الاوردر وتكلمه تاني وتقول له الاوردر كبير. تمام. ديت لو الاوردر كبير. طب لو الاوردر كبير فلوس لازم يعدي ال 850 جنيه. الشركة دلوقتي عدلتها، الأول كان 500 جنيه، دلوقتي بقى لازم يعدي 850 جنيه. فلازم الاوردر يعدي 850 جنيه عشان تعرف تطلب شريك في الفلوس. يعني ممكن يبقى اوردر مثلا من مطعم ويبقى الاوردر صغير بس فلوسه كتير، لازم يعدي ال 850 جنيه عشان تعرف تطلب شريك في الفلوس. معلومة كمان مهمة أوي أو نصيحة كمان مهمة، إن أنت لازما أول ما توصل المطعم تسأل على الأوردر. لازما أول ما توصل المطعم تسأل على الأوردر وتتأكد إن هو موجود عندهم على السيستم، عشان أنت ممكن تفضل واقف والأوردر ما نزلش عندهم على السيستم وتقعد بنص ساعة والساعة وفي الآخر يقول لك الأوردر مش على السيستم. فأنت متخيل الصدمة لما تفضل قاعد ساعة وفي الآخر يقول لك الأوردر مش على السيستم. فانت لازم تتاكد ان الاوردر على السيستم، تروح تساله الاوردر شباك كذا موجود عندك، يعني الاوردر موجود عندك ولا مش موجود عندك على السيستم. طب لو مش موجود عنده على السيستم بستنى ربع ساعه ولا حاجه، اساله تاني الاوردر مش موجود عندك على السيستم، فيقول لي اه مش موجود، اروح مكلم الدعم اقول له الاوردر مش موجود في المطعم على السيستم. تمام. لحد ما اللي واقف على الكاشير مثلا يقول لي الاوردر تمام جه في المطعم، تمام كده ايه اوصله عادي والدنيا تمام. بالنسبه للاوردر احافظ عليه، احاول احافظ عليه. يعني لو اوردر مشروبات احاول انها ما تستلبش مني عشان ما اشيلش ثمنها، ولو اوردر اكل احاول ان هو ما يتعفصش مني. والحاجات دي نركز فيها شويه عشان ايه ما تحصلهاش اي حاجه وانت تشيل ثمنها. وتتاكد ان المطعم مغلف لك الاوردر تغليف كويس، لو مش مغلف لك الاوردر تغليف كويس ما تستلمهوش، كلم الدعم وقول له مش هستلم الاوردر مش متغلف او متغلف تغليف وحش. تمام. ديت برضو حاجة نصيحة ليك بقى، لو انت مثلا شغال بالعجلة حاول هيبقى صعب عليك جدا لو بتروح وتيجي بالعجلة، فحاول تشوف مكان تركن فيه العجلة وتروح وتيجي مواصلات، ده هيبقى اريح لك بكتير، ولما تيجي تشتغل هتلاقي الشغل سهل بالنسبة لك على انك تروح وتيجي بالعجلة مسافة مثلا، فدوت هيبقى صعب شوية عليك. ولو انت عجلة او مكنة حاول تتأكد ان الحاجة اللي انت شغال عليها مأمنة كويس، عشان دلوقتي في سرقة كتير، في سرقة كتير في العجل وفي المكن. معلومة برضو كمان، لو انت عجلة ما تعلقش التليفون بحامل كده على العجلة عشان دلوقتي بيتسرق. في ناس بتعدي بمكنة وبتسرق منك التليفون وانت ما بتعرفش تجيبه خلاص كده. فنحاول ان احنا ما نعلقش التليفون بالطريقة ديت عشان الطريقة دي غلط خالص. تليفون يبقى معاك سماعة هاند فري أو ايربودز، حاطط التليفون في الشنطة، السماعة في ودنك، يجي اوردر تفتح تطلع تستلم الاوردر، تحط التليفون تاني شكرا. لكن ما تفضلش ماسك التليفون في ايدك مثلا وانت ماشي، ده برضه كله ده غلط.
كل ده غلط عشان ما تاخدش خصومات مثلا من البترول. البترول دوت شخص بيقابلك عند طلبات ماركت بنسبة كبيرة، بيقابلك في الشارع قليل عند المطاعم. البترول ده بيشوفك معاك التيشيرت، معاك الباوتش، مش لابس شورت، مش لابس شبشب، لقى ان معاك مخالفة، بيقول لك هات الاي دي بتاعك. فلو انت اديته الاي دي بتاعك هيديك خصم او هيقفل لك الشيفت، هيعمل لك كذا حاجة يعني ممكن يعملها، ان هو يديك خصم 50 جنيه، 100 جنيه، يقفل لك الشيفت خالص. يعني بدأ يديك بريك لاخر الشيفت اللي هو ما تعرفش تفتح شيفت غيره، هيديك بريك لاخر الشيفت. فاللي هو خلاص شكرا كده مش هتعرف تعمل حاجة، يا دوبك هتروح بس مش هتعرف تشتغل النهارده، اليوم النهارده هيبقى عندك الضرر. فحاول يبقى معاك التيشيرت في الشنطة، حتى لو مش تلبسه يبقى معاك في الشنطة، عشان لو قابلك باترول أو رايح طلبات مارت مثلا تلبس التيشيرت بسرعة وتخش جوه تستلم اوردرك عادي ومحصلش حاجة. نصايح برضو مهمة تاني عشان ما نغلطش. لو الاوردر اتكنسل وانت طالع مثلا على السلم رايح توصل اوردر للعميل والاوردر اتكنسل، لو فيزا ما تسلمش الاوردر للعميل. لو فيزا ما تسلمش الاوردر للعميل عشان الاوردر كده هينزل عليك وهيتحسب ان انت اللي واخده. فلو فيزا ترجع بيه للمطعم، طالما الاوردر طالع على السلم والاوردر اتكنسل ما تسلموش للعميل. لو سلمته للعميل خش قول له هات الاوردر، الاوردر اتكنسل. تمام. دي حاجه مهمه جدا. اقلها لو هتسلمه الاوردر فيزا والاوردر اتكنسل تاخد منه فلوسه، عشان كده الاوردر اتكنسل وفلوس العميل هترجع له وانت اللي هتلبس فيها في الاخر. دي بالنسبه لو الاوردر. طب بالنسبه للاوردرات المتكنسله اعمل ايه لو اوردر اتكنسل مني؟ بص، في كذا حاجه، لو في كذا نوع من الاوردرات المتكنسله. في اوردر متكنسل فيزا. الاوردر المتكنسل فيزا ده ما تخافش خالص، ده ما بيبقاش فيه اي صعوبه. انت بتروح لو الاوردر اتكنسل منك بترجع للمطعم تديله الاوردر. المطعم اداك الاوردر خد منك الاوردر تمام. بتاخد منه الريسيت وتصوره وتكلم الدعم تقول له الاوردر اتكنسل والريسيت اهو وتصور الريسيت. لو من طلبات مارت او من اي مطعم شريك لازم تصور صورة الريسيت مختوم، لازم يكون الريسيت مختوم، وتخلي الريسيت معاك وتسلمه للمشرف بتاعك. لو جالك الكلام دوت لو اوردر فيزا وكانسل. طب المطعم ما رضيش ياخده منك اوردر فيزا والمطعم ما رضيش ياخده منك، لو اوردر فيزا والمطعم ما رضيش ياخده منك بتاخده انت تاكله، والفلوس عادي ما بتتخصمش منك ولا بتنزل عليك ولا اي حاجه. اهم حاجه تبين للدعم ان الاوردر ما رضيش المطعم ما رضيش ياخده منك. طب هيقول لك ارجع بيه الاوردر لمشرفك. ارجع بالاوردر لمشرفك دي يعني خده كله من الاخر كده. ده بالنسبه للاوردر فيزا والكنسل. طب لو اوردر كاش والكنسل. اوردر كاش لو المطعم رضي ياخده منك بتاخد فلوسك في ساعتها وبتاخد فلوسك بعدها بيومين عادي، فلوسك بترجع لك من المطعم ساعتها، الشركه مالهاش علاقه. طب لو اوردر كاش والمطعم ما رضيش يرجعه لك. لو اوردر كاش والمطعم ما رضيش يرجعه لك بتصور الاوردر في المطعم وتبعته للدعم وتقول له ان المطعم ما رضيش ياخد مني الاوردر، والاوردر حالته كويسه وتمام. فالمطعم هيقول لك الدعم هيقول لك فلوس، هعمل لك شكوى. طالما قال لك هرفع لك شكوى بتاخد برضو صورة، تقول له ابعت لي صورة الكنسلة، هيبعت لك صورة الكنسلة بتاعت الاوردر تاخدها سكرين وتبعتها للمشرف بتاعك والاوردر برضو بتقعد تاكله. دي بالنسبة للاوردرات المتكنسلة. وان شاء الله باذن الله لو افتكرت حاجه تانية في نصايح او مشاكل بتقف قصادك في طلبات هاجي واقولها لكم. ولو عندك اي استفسار قول لي في التعليقات، وما تنساش اللايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك عشان يصلك كل جديد لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.